حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل قراءه مع بعض. هنشوف يعني حط شخص في بالك، هنشوف الشخص ده هيكلمك، هيرجع لك، هيفرحك قريب، لسه بيحبك وعايزك، يا ترى حزين على فراقك، ولسه بيحبك ومشاعره ايه ليك في البعد. هنشوف مع بعض. طيب، مبدئيا كده انا شايفة ان الشخص ده يعني خسر كتير جدا لما بعد عنك، او لما ابتدت المشاكل بينك وبينه ابتدى يحس بالخسارة. انا شايفاه ان هو عايزك وشريك وفي انسجام كبير جدا ما بينك وما بينه. شايفة كمان ان ممكن الانفصال اللي حصل ما بينكوا ده بسبب حد تدخل في العلاقة او غلطة منك او منه خلت المشاكل كبرت. فشايفة يعني ان انتهاء العلاقة بسبب تدخل خارجي مش بسببكم انتوا الاتنين. ممكن يكون بسبب طرف ثالث او اشخاص غيرانة عايزة توقع ما بينكم. هم دول كان ليهم السبب الكبير في الانفصال. طبعا ليكوا دور، يعني اكيد انت ليك دور او هو اللي ليه دور في الانفصال، بس ممكن دول كانوا السبب الاساسي في الانفصال. فشايفة ان الشخص ده فعلا عايز يفرحك، لكن في طاقة سيئة ما بينكم، في طاقة سيئة وطاقة سلبية ما بينكم بسبب التدخلات او بسبب الناس اللي عايزة تبوظ العلاقة. طيب، شايفة ان حبيبك بيفكر في الرجوع، لكن عارف ان في تحديات كتير جدا هتكون قدامه ومشاكل كتير جدا، لان انت مش هتقبل اللي حصل ما بينك وما بينه ده وهتعديه كده بسهولة، او الجرح او الوجع اللي هو سببه لك مش هتعديه بسهولة. شايفة كمان ان هو عنده طاقة ندم كبيرة، شايفة كمان عنده حزن، بيعاتب نفسه، بيفكر يتصرف ازاي، مع انه عارف انه مهما عمل وان تصرفه دوت مش هيداوي جرحك او مش هيخليك اللي انت تصفاله بسهولة. لكن شايفاه ان هو عايز يبتدي معاك بداية جديدة او يبتدي معاك يعني صفحة جديدة او يكون في طاقة جديدة ما بينك وما بينه، آه، يعني تفتحوها مع بعض، لان انتوا كنتوا بالنسبة لبعض كتاب مفتوح، مفيش خبث ما بينكم، مفيش حاجة مدارينها على بعض، كل حاجة كنتوا بتعرفوها عن بعض. تمام. طيب، كمان شايفاه حيران قوي، حيران. بيقول لنفسه احنا كنا بنثق في بعض ثقة عمياء، بس يا ترى بعد اللي حصل ما بيني وما بينه ده هترجع الثقة دي بينا تاني؟ هترجع الثقة دي تاني ازاي؟ تمام. ماشي، هسحب كروت تاني كده. طيب، الشخص ده كل يوم بحال، يعني يوم بيقوى على نفسه وبيسيطر على حاله، ويقول لنفسه ان انا هبقى قوي، ويوم تاني بيحس ان هو ضعيف، ويوم تاني بيقول لنفسه مش انا بس السبب في انتهاء العلاقة، لا يعني انت كمان ليك دور، لازم تراجع نفسك، لازم تعيد النظر في العلاقة. يعني شايفة ان هو ايه، كل يوم في حالة، او هو عنده حالة كده ان هو يعني انتوا موضوع البعد اللي ما بينكم ده حصل فجأة. آه، كنتوا في علاقة مستقرة، ما كانش فيه اي مشاكل، وفجأة لقيتوا العلاقة دي انتهت، فهو ممكن يكون صدمة البعد مأثرة عليه، او لسه لحد دلوقتي ما ادركش الموقف اللي انتوا فيه، لسه ما فاقش لنفسه، فعشان كده ممكن تلاقيه متوتر او مذبذب او كل ساعة في حال زي ما بقولك. آه، هو حزين على بعدك وندمان، بس من النوع اللي بيحسبها، عارف ان في مشاكل، يعني هو اوكي تعبان وهو بعيد عنك، بس عارف ان هو لو قرب منك او لو اتصالح معاك في مشاكل اكبر يعني هتترتب على الصلح او على الرجوع او على يعني اللي هيحصل في العلاقة. عارف ان المشاكل يعني هتكون اكتر، السلبيات هتكون اكتر من الايجابيات. تمام.
علشان كده هو بيفكر كتير او ممكن متباطئ في اتخاذ قرار. انا شايفاه ان هو يعني شخص مش عايز حد تاني في حياته، مش بيفكر في حد تاني، حتى لو العلاقة دي كانت انتهت بسبب طرف تالت او بسبب حد تاني، فهو خلاص ندم على اللي هو عمله، وبيفكر فيك انت وعايزك انت، وعارف ان حياته هتكون احسن وهو معاك انت مش مع حد تاني. كمان تمام. طيب وهو كمان شايفاه خايف جدا ان هو يخسرك، وخايف البعد اللي ما بينكم ده يكون بعد نهائي. ممكن تكونوا انتوا سبتوا بعض قبل كده كذا مرة ورجعتوا لبعض، لكن المرة دي خايف يكون البعد نهائي، لانه هيتعب جدا لو انت بعدت عنه، لانه هو سعادته معاك وعمره ما هيكون سعيد غير وهو معاك. شايفاه بيحاول ان هو ينهي البعد اللي ما بينكم ويحل المشاكل، لكن هو من النوع اللي بيزهق بسرعة، يعني ما عندوش صبر ان هو يفضل ورا الحاجة اللي هو عايزها. من النوع اللي بيجرب مرة او بيفكر شوية وبعد كده بيزهق وبيتعب. الشخص ده كمان تفكيره عملي جدا، يعني اوقات بيفكر في حل بس بيلاقي الدنيا ايه اتعقدت تاني. ف زي ما قلت لك ممكن يكون بيزهق بسرعة. هو عارف ومتأكد ان المشكلة كانت بسببه، وان قرار الانفصال كان من عنده، او يعني ان هو انسحب من العلاقة فجأة كده من غير مقدمات. وزي ما قلت لك هو بيلوم نفسه ان هو مثلا كبر الموضوع، او ان هو كان ليه دور كبير جدا في الانفصال اللي ما بينك وما بينه. وهو عارف ومتأكد ان بايده يرجع كل حاجة زي ما كانت. يعني لو تواصل معاك انت هتقبل بالصلح، ولو عايز يحسن العلاقة هيقدر، بس شايفة ان في شيء موقفه او في شيء مخليه مستسلم. تمام. طيب كمان شايفاه ابتدى يغير من اهتمام الاخرين بيك، يعني ممكن يكون الناس متعاطفة معاك او اللي حواليك متعاطفين معاك، فده مسبب له غيرة ان هما متعاطفين معاك انت ومش متعاطفين معاه هو، فده مسبب له نوع من الغيرة. طيب الشيء اللي موقفه او الشيء اللي مخليه مستسلم ان الشخص ده عنده مشاكل مادية عمره ما صرحك بيها، يعني عمره ما حسسك ان هو عنده مشكلة مادية او عنده ازمة مادية. فده الشيء اللي ممكن يكون واقف ما بينك وما بينه. الشخص ده عارف ومتأكد ان هو اللي كسر الرابط اللي بينكو، او اتصرف بطريقة ما كانش ينفع ان هو يتصرف بيها. وزي ما قلت لك عارف ان هو السبب في البعد، وهو اللي يقدر يرجع العلاقة دي زي ما كانت. لكن زي ما قلت لك هو عنده اكتر من مشكلة، مشكلة مادية، او كمان ممكن تكون مشكلة مع عيلته، او حياته يعني ملخبطة شوية، او كمان عنده مشكلة في شغله، يعني هو عنده ايه الدنيا متلخبطة عنده. لكن هو برغم كل اللي بيحصل ده ورغم كل المشاكل دي، لكن هو بيحبك ومتمسك بيك. في حاجة شداكوا لبعض، يعني اكيد انتوا اتقابلتوا لسبب وبعدتوا عن بعض لسبب، وهترجعوا مع بعض لسبب برضو. ده اللي مخليه ان هو يقوى على نفسه، ان هو عارف ومقتنع جدا بالكلام ده. الشخص ده شايفك بصورة حلوة جدا، شايفك ان انت شخص عندك ارادة، شخص لما بتحط نيتك على حاجة بتقدر ان انت تحققها، حتى لو الامر ده كلفك ايه. انت شخص عنيد، مش بتسكت غير لما تاخد حقك، بتتحدى الناس وبتتحدى الاوقات الصعبة علشان توصل للي انت عايزه. وده ده محسسه ان هو محظوظ ان هو معاك، او ان هو في حد بالصفات دي، يعني هو مرتبط بيه او معاه في علاقة عاطفية. كمان ثقتك في نفسك وحبك اللي حواليك ده مطمنك جدا، مطمنه جدا جدا، لانه هو عارف ان هو لو احتاجك يوم من انت عمرك ما هتغدر بيه، او هتأثر معاه وهتقف معاه وهتساعده وهتسنده وهتقدم له الدعم، سواء مادي او معنوي او اي حاجة يطلبها منك انت هتعملها له. فكمان الاشياء دي خايف ان هو يخسرها، لان هو عارف ان الحاجات دي، الاشياء اللي فيك الصفات الجميلة دي حاجة ما ينفعش ان هو يخسرها، فبتديله دفعة سعادة واستقرار، وكمان بتقويه كتير جدا على المشاكل والصعاب اللي هو فيه. طيب هنشوف مع بعض هو متمسك بيك وبيفكر في الرجوع ولا لأ. زي ما قلت لك هو متمسك بيك، بس برضو هناخد كروت تأكيدية إذا كان متمسك بيك وبيفكر في الرجوع ولا لأ.
طيب من ناحية متمسك بيك، فهو بيحبك جدا ومتمسك بيك، وزي ما قلت لك في اشياء جميلة جدا يعني مش هيحسها غير معاك، وخايف ان هو يخسرها، فهو متمسك بيك وبيفكر في الرجوع، بيفكر في الرجوع بصورة كبيرة جدا جدا. كمان بيفكر فيك طول الوقت وندمان جدا، وضميره بيأنبه ان هو بعيد عنك او ان هو مش معاك دلوقتي في علاقة، وبيفكر فيك طول الوقت، لكن ولسه عايزك. لكن اللي واقف ما بينكم الازمات والمشاكل الماديه، او الازمات والمشاكل اللي عنده دي، ده الشيء اللي ممكن يكون واقف ما بينك وما بينه، وهو ده اللي مخليه مش قادر ان هو يتواصل او ياخد خطوه معاك لحد دلوقتي في العلاقه. تمام. طيب حبايب قلبي، اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.